قصة يوم في حياة دكتور الجزء الثالث. In the afternoon of الظهر he went on foot to the clinic which was about a kilometer from the hospital. هو اتمشى على رجله لغاية العيادة اللي كانت على بعد كيلو من المستشفى. He wanted to finish at 6. كان حابب إن هو يخلص على 6. At 5 to 6 يعني من 5 ل6. ومن 5 ل6 إيه اللي حصل؟ The phone rang. It was نادية. التليفون رن وكان اللي بيتصل نادية. أحمد's mother. مامة أحمد. نادية told دكتور حسين about سامي. نادية قالت لحسين دكتور حسين على سامي. Who was injured his foot while he was playing football. سامي جرح رجله وهو بيلعب كرة قدم. فهي كانت بتقوله خلي بالك عليه يعني واكشف عليه. ما تنسوش تعملوا لايك.